عايزين فطار ومش عارفين، كل يوم عايزين يخترعوا قصة جديدة ونفطر ايه وما نفطرش ايه. انا قلت لهم هعمل لكم فكرة جميلة جدا جدا، اجمل من الشريك واجمل من الكيك زي ما انتم شايفين بطريقة جميلة جدا جدا. طب هي ايه الفكرة دي؟ انا هعمل النهاردة معاكم البقلوزة، لان هي مبقلظة زي ما انتم شايفين كده وحاجة جميلة قوي قوي قوي. هنبدأ مع بعض على طول بالطريقة بتاعتنا. معايا هنا كوباية من الحليب، ومعايا معلقة من الخميرة الفورية، عليها معلقة من الخل الأبيض، وبعد كده هنحط معانا معلقه من السكر علشان تنشط الخميره، ونبتدي ان احنا نقلبها كده. في الفتره دي احنا بنسيب الخميره بتاعتنا لحد ما تتفاعل زي ما انتم شايفين كده. ما خدتش معايا 10 دقايق وزي ما انتم شايفين اختمرت معانا وباين كويس جدا ان هي الخمر بتاعها تمام. هنجيب ربع كوبايه من الزيت على 4 كوبايات من الدقيق المنخولين كويس جدا جدا بالشكل اللي انتم شايفينه ده. انا طبعا لازم انخلهم، وده دقيق ابيض متعدد الاستخدامات خاص بالمخبوزات، مهم جدا جدا. ده بيشتريه دي فلت من عند العطار او من اي حد مستلزمات الحلواني. في البدايه طبعا احنا بنعجنهم على الناشف، وبعد كده بنبتدي ان احنا نحط حليب مره تانية. بس اهم حاجه يكون الحليب بتاعنا دافي شويه، ما يكونش سخن عشان الخميره ما تموتش. هنبتدي ان احنا نعجنها كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وناخد وندي كويس جدا، وناخد باقي نص الكوبايه التانية ونشوف هناخد اكتر ولا لا. يبقى كده اخدت معايا في العجن كوبايه الا ربع بالظبط من الحليب. لو عايزه تعجني بميه مفيش اي مشكله. بعد كده هنسيبها تختمر، وزي ما انتم شايفين القوام بتاعها ما لزقتش ولا حاجه. بعد ساعه الا ربع بالظبط اختمرت وتضاعف حجمها. هبتدي ان انا انزل الخمر اللي موجود جواها زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بتلميها من بره لجوه بالشكل ده لحد الخمر بتاعها كله ما ينزل. هنجيب الصينيه ونجيب معلقه من السمنه البلدي، وهتفرق جدا في الطعم. مش موجوده سمنه بلدي ممكن تحطي زبده، لكن ما تحطيش زيت من تحت، هيبقى طعمها مش حلو. هي بقلوزه كده وجميله لانك انتي بتحطي فيها حاجات حلوه. تمام. بعد كده هنجيب كل قطعة على طول كده من البولة اللي احنا مخمرين فيها على الصينية المدهونة على طول، وهتقطعيها دواير زي ما انت شايفة بالشكل ده. طبعا هتطلع معاكي كمية حلوة جدا، وغير طعمها وغير ان هي حاجة جديدة جدا وجميلة جدا جدا. زي ما انتوا شايفين طلعت معايا الصينية الحلوة بتاعتنا دي تقريبا كده 10 كور. هنسيبها تختمر كمان لمدة ربع ساعة، وبعد ربع ساعة زي ما انتوا شايفين اختمرت وبقت اللهم بارك جميلة جدا جدا بالشكل ده. طبعا هي مقلبظة كده ليه؟ لاني انا لسه كمان هسقيها بحاجة تانية اللي هي الحليب. معايا هنا نص كوباية من الحليب الدافي على معلقة من السمنة البلدي. ومعلش الوصفة دي محتاجة سمنة بلدي او زبدة هتبقى حلوة جدا جدا. بعد كده هنجيب معانا رشة من الفانيليا علشان تديها كده طعم جميل وريحتها تبقى حلوة جدا. رشة بسيطة يعني اقل من ربع معلقة. وهنجيب اللبن والسمنة والحاجات اللي احنا عملناها وننزل بيها على البقلوزه بتاعتنا علشان تتبقلز اكتر وتبقى اجمل بكتير. كده احنا حطينا كل كميه الحليب فيها زي ما انتم شايفين جميله جدا اللهم بارك، حلوه جدا ومختمره. دخلتها على فرن مسبقه التسخين، انا كنت مسخناها قبلها ب10 دقائق، ودخلتها على الشوايه بس. واللون ده لون اللي هو السخونه بتاعه الفرن، انا ما شغلتش الشوايه. بعد كده هتجيبي معلقه صغيره من السمنه البلدي برضو تدهني بيها الوش اول ما تطلع معاكي من الفرن على طول علشان تبقى سخنه وتشرب السمنه بتاعتنا. زي ما انتم شايفين اللون بتاعها جميل جدا، وغير ريحتها حاجه حلوه جدا للفطار، بسيطه وسريعه ومش هتاخد معاكي وقت. مش كيك ابدا، اجمل من الكيك. انا بقطعها بالسكينه بس لانها طبعا هي سخنه شويه، وغير كده طبعا لما اختمرت مسكت في بعضها فمش عارفه اطلعها بايدي. بعد كده بعد ما فتحتها بالسكينه همسك اوريكم الجمال والطراوه اللي هي فيها والخمر بتاعها وغير طعمها الجميل. اتمنى ان هي تعجبكم على الفطار او على اي وقت، واشوفكم على خير. وما ننساش نصلي على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام.